ازيكم؟ انا خليفه، وفي الفيديو ده هنقل لكم تجربتي كمدرب في ورشه تصنيع فانوس رمضان. تركيز جدا ونبقى مصحصحين كده عشان ايه هيبقى فيها امتحانات دلوقتي. تمام. انا هقول اسلام، فمثلا خليفه هيقول خليفه اسلام. بص، فكره انك تصنع حاجه بايدك وتشوفها قدامك وهي بتتكون واحده واحده كده ليها احساس صعب يتوصف، احساس غالبا مش هيوصل لك غير وانت بتجرب ده بنفسك. بس المره دي الموضوع كان مختلف، لاننا ما كناش بنصنع لنفسنا بس، احنا كنا بنشارك الاحساس ده معاهم. الولاد كان ليهم اهتمامات مختلفه واعمار مختلفه وكمان شخصيات مختلفه، لكن اللي جمعهم حاجه واحده بس، هي شغف صنع الاشياء. وده لان الانسان اصلا بفطرته صانع، يعني اول ما يمسك حاجه يحب يفكها ويركبها ويشوفها تتحول لايه. بصراحه احنا كنا مبسوطين جدا وهم بيعلنوا عن افكارهم وبيناقشونا وبيدافعوا عن تفاصيل صغيره بكل ثقه وطاقه حقيقيه. والاجمل بقى انهم كانوا مستعدين يجربوا اي حاجه ويسمعوا اي معلومه. فبدانا نعرفهم على مكنه الليزر وازاي ان شعاع نور مركز بيحول رسمه كونها على ورق لقطعه خشب او حاجه ملموسه قدامك. وفجاه الافكار اللي كانت مجرد خطوط بقت اجزاء حقيقيه في ايديهم. هيقعد البنت هتنزل تعمل مره 2 3 لحد ما. بس احنا ما وقفناش لحد هنا، حتى CNC بدأوا يتعرفوا عليها وطلعوا منها شغل جامد جدا. عيال وحوش يا باشا. وبصراحة كل ده ما كانش هيحصل إلا بوجود الناس دي، واللي انبسطت جدا بالشغل معاهم سرور وسلومي وعاصم كمال، وطبعا لازم نشكر فابريكا على دعمهم واستضافة الورشة. وبعدين دخلنا على الفقرة المحببة لقلبي، وهنا المشهد كان مختلف. مفيش حد غالبا شغال لوحده، كلنا حوالين ترابيزه واحده، حد يركب، حد يمسك قطعه، حد ياكل، حد يعدل، حد يشجع. الكل كان متحمس ومستني النتيجه. بس اقول لك الحقيقه ما كانش فارق معانا خالص ان اللي يخرج يكون افضل حاجه في الدنيا. متعه الرحله نفسها كانت هي بطل الحكايه. 4 ايام من اللعب والضحك والتفكير والتجارب والتركيز، والمفاجاه بقى ان النتيجه طلعت احسن مما توقعنا. طلعوا التحفه الفنيه دي. فانوس غالبا انت ما شفتوش قبل كده في اي مكان، وبمساعده اهل المنطقه بدانا نعلق الفانوس. تعالى شدوا ابوي جونر ما بيشدش. واول ما الفانوس اتعلق ونور، ما كانش مجرد لمبه نورت، ده كان دليل ان الفكره لما تتحط في دماغ طفل تديله الادوات الصح ممكن تنور شارع كامل. يمكن الفانوس يفضل معلق كام يوم او شهر ويتشال، لكن الاحساس اللي جواهم هيفضل سنين متعلق. وانت كمان اكتب لي في الكومنتات لو هتصمم فانوس هيكون شكله ازاي. سلام.